السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أحبابي اللي مشرفيني في القناة. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. تعالوا النهاردة نعمل كبدة بالبصل. طبعا احنا عملنا قبل كده الكبدة الاسكندراني على أصولها يعني بدون أي افتكاسات. النهاردة بقى تعالوا نعمل شوية كبدة بالبصل، طبق كده يعني ما شاء الله من الآخر. يلا بينا نسمي الله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طاسة على النار تسخن كويس قوي، حط فيها معلقة سمنة بلدي بقى، زيت اللي موجود اعملي بيه. هحط معلقه السمنه تسيح معايا وتسخن كويس قوي قوي قوي. مش هنزل بالكبده بتاعتي قبل ما تكون سخنه جدا عشان تاخد صدمه وما تنزلش الميه اللي فيها وتبقى طريه من جوه وجوسي كده. اول ما تحطيها على نار سخنه بتاخد الصدمه على طول وبتحتفظ بالميه جواها. هحطها ومش هقلبها قبل ما تاخد لون من تحت. اول ما تبدا تاخد لون هقلبها، اديها تقليبه كده، وبعدين هنزل بفصين توم كبار مفرومين في نص الطاسه كده، يا دوبك ياخدوا لون بس وتشمي ريحتهم. اديهم تقليبه مع الكبده عشان الكبده تاخد من طعم التوم كله. وبعدين وسعي بقى في نص الطاسه تاني وانزلي ببصلايه متقطعه جوانح رفيعه خالص او جوليان رفيع خالص عشان تطيب معاكي بسرعه. هديها تقليبه برضو تشويحه كويسه قوي مع الكبده. هشوح البصل كويس مع الكبده الاول، لازم ياخد تشويحه مظبوطه كده. بعدين هنزل بقرنين فلفل. انا عملت واحد سبايسي حامي وواحد بارد. إيه الحته دي بقى ايه حسب الاختيار، يعني عايزاه بارد عايزاه حراق براحتك. هنزل بقى هملح الكبده. نزلت معلقه ملح صغيره ومعلقه كمون على كزبره على شطه ناشفه ومعلقه فلفل اسود. الكبده حبيبها الكمون على الكزبره، متحطيش بهارات بتغير طعمها. الكمون والكزبره بيظبط معاكي، هي الكبده كمون وكزبره. بعدين هحط طماطمايه مقطعاها مكعبات، طماطمايه واحده بس ودي اختياري، يعني مش عايزه تحطيها ما تحطهاش، ولكن هي بتعمل صوص حلو قوي مع الكبده. قطعتها مكعبات وشلت القشره بتاعتها وقطعتها مكعبات وحطيتها، وما تزوديش اي ميه، ما زودتش اي ميه. غطيتها، الطماطم عملت الصوص بتاعها كله وطابت وبقت بالمنظر اللي انت شايفاه ده. حاجه كده ما شاء الله تحفه. شويه صوص بقى من الطماطم وشويه كبده بالبصل هتاكلي صوابعك وراهم. طرية 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 خالص، جوسي كده في بقك، وفيها العضة الخفيفة بتاعت الكبدة دي، طعمها ما شاء الله.